حنا تنساليو معاهم اللقاء. وتبارك الله على الوليدات ديالنا اللي بهرونا ما شاء الله عليهم، وعلى الالتزام ديالهم والنشاط ديالهم اللي كتشوفهم كيتحركوا ما شاء الله، يعني كما كيقولوا ملتزمين وعندكم واحد الجديه، يعني كواخدين الامر بواحد الجديه كبيره، كيبين على ان كاين واحد الحب ديال العمل اللي نتوما كتقوموا به، والحب ديال الوطن اللي كاملين الحمد لله كنتقاسموه. وهذا يعني واحد الفرحه اللي كنعيشوها اليوم كاملين، يعني فرحه تاريخيه، فرحه الحمد لله لاننا يعني كنتقاسموها كاملين وانتوما كجيل يعني كابرين فيها. حنا مثلا كنا كنحتفلوا بالمسيره الخضراء ما حضرناش ليها، فهي كانت التاريخ اللي قريناه كيف ما قريتوه نتوما، ولكن نتوما جا معكم واحد الحدث تاريخي يعني مهم وعنده واحد القوه اللي هو عيد الوحده، يعني دار في الجيل ديالكم واللي نتوما عشتوا اللحظات ديالو وعشتوا الخطاب ديال سيدنا الله ينصرو هو كيزفوا على المغاربه كاملين. فهاد اللحظه التاريخيه غتكبروا نتوما تعرضوها، تقول ان عيد الوحده ملي غادي يحتفلوا به ولادكم انكم كيفاش كان يعني المغرب وصلوا واحد الحمد لله واحد القوه ديال الدبلوماسيه ديالو، واحد القوه باش انه دافع على الوحده الوطنيه ديالو اللي جابت الاعتراف الاممي بالوحده الوطنيه ديال المغرب من طنجه للقويره بالسياده ديالو على الصحراء ديالو المغربيه. وهنيئا لكم هذا الحدث اللي نتوما كتعيشوه واللي غادي تعاودوه يعني ولادكم نتوما عشتوه. وحنايا يعني ماشي ما حنا غير كنحاولوا ما امكن على اساس ان هاد اللقاءات نكونوا يعني بجنبكم باش انكم نتوما اللي غادي تحملوا المشعل من بعد واللي غادي توصلوا ان شاء الله المغرب ديال التنميه بعد وحدته الوطنيه غادي يكون ان شاء الله يعني في الافق وفي الدول الكبيره بالرياده ديال سيدنا الله ينصرو في تحقيق التنميه اللي حنا كنسعاوها ليها جميع، وما غتكون الا بكم وتبارك الله عليكم. وبهذا يعني الالتزام ديالكم وهذا القوه الحضور ديالكم ما غتكون التنميه ديال بلادنا في المستقبل الحمد لله حنا مطمئنين عليها. وخصوصا